السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. الا كنتوا اول مره تزوروا القناه مرحبا بكم، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله اي فيديو جديد. ودائما في اطار وصفات عيد الاضحى، ولو ان الذبيحه ما كايناش اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه الخل البلدي الصحراوي من يد عمتي وبنتها ام سلطان. خل صحراوي 100%، وطريقه تحضيرها نتوما غتشوفوها في الفيديو بالصوت ديالهم. وبالنسبه اللي بغات شي حاجه من الخل الصحراوي او المنتوجات التجميليه اللي غنخليهم لكم في اخر الفيديو، منتوجات تجميليه صحراويه 100%. غنخلي لكم النمره ديال التليفون ديال ام سلطان، يمكن لكم تتواصلوا معها، وهكا غتشرح لكم هي اكثر بالنسبه للمنتوجات. وراها كدير حتى الكديره بالنسبه للبنات اللي بغاو يقادوا لاطاي ديالهم. ما نطولش لكم الفيديو، نخليكم مع الفيديو بالصوت ان شاء الله. بسم الله. هانتوما البنات، ماما غترمي الخل اليوم ان شاء الله. هي كتبخر البوديزه وكتقرا ما تيسر من القران الكريم. كتبخر البوديزه بسرغينه اللي غيدار فيها الخل. واخا ما كاينش العيده البنات، حنا راه الطقوس ديالنا هما الطقوس. بسم الله. كنديروا الملحه، الرنج، سكينجبير والعنبر، الخرقوم عرق، قرفه، تاره، الكبار، خنجال، لويزات، تميرات، لحية الشيخ. وهاد الاعشاب كامله اللي كاينه الا بغيتو راه نخليها لكم ان شاء الله فيديو واحد اخر، ولا نقدر نقولها لكم. كاين عصير موسى، كاين الريحان، كاين الحنه، كاين الكوزه، كاين الحنه ورق، كاين الريحان، كاين عصير موسى، كاين الورد، كاين القرنفل، قشور الرمان، كاين شعر الكبال. المهم هو راه فيه بزاف ديال الاعشاب. المهم اللي بغى شي حاجه البنات مرحبا والف مرحبا. ها هو الخل البلدي ان شاء الله غادي يكون واجد من هنا من هنا ايامات العيد الكبير ان شاء الله. واخا ما كايناش ضحيه ان شاء الله، وراه لا يقل بزاف د الحوايج، ماشي غير زعما العيد الكبير ولا هذا. وراه كيقل بحال شي واحد كان متخوم او لا عندك شي وجيعات في كرشك، بالنسبه للسخانه، بالنسبه بزاف ديال الحوايج كيصلاح. وحنا صحراوه ما كيخطاناش، خلاص خصو يبقى عندنا دائما على مدى العام. ايوا وكاين الزعفران. نتوما البنات زعفران زغبه كنديروا منه حتى هوايه. طيب. صافي من بعد ما كنساليو كاع العشوب كنديروهم في هذاك البرميل، كنزيدوا ليه الماء طيب صافي، نسدو عليه ونخليوه. حنا رانا في هذه اللحظه هذه مشى لنا المقطع اللي كان فيه الماء، صافي كنسدو عليه وكنخليوه حتى كيوجد لنا ان شاء الله. بالنسبه للمنتوجات اللي قلت لكم، المنتوجات التجميليه الصحراويه راهما هادو. واللي بغات شي حاجه تواصل معها في النمره اللي خليت لكم الفوق على الواتساب. بالنسبه لام سلطان فهي راها كتواجد في مدينه كازا بالضبط في سيدي مومن، واللي بغات شي حاجه تواصل معها على النمره اللي الفوق في الواتساب. والله يسر الجميع. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم.